السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو بتتابعوني لأول مرة، دي قناتي أنا منى أيوب. هنعمل مع بعض النهاردة الجزء الثالث للبلوفر اللي احنا نزلنا قبل كده الجزئين بتوعه. دي بعض الحاجات اللي احنا عملناها على القناة، تقدري تتابعيها، موجودة كلها بالفيديوهات. تقدري تعمليها إن شاء الله بكل سهولة. ويا رب يكون اللي بنعمله بيعجبكم. ده البلوفر اهو اللي احنا هنعمله. الجزء ده هعمل فيه الجيب، ازاي تعملي الجيب، وكمان ازاي تركبي السوستة، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. كمان هسيب لكم الاجزاء التانية في صندوق الوصف. ده الجيب بتاع البلوفر ازاي نعمله. هقول لكم انا طريقة عمله ازاي نعمله. هو سهل جدا وطريقته سهلة كمان. انا هستخدم هنا ابرة مقاس 3.5، وطبعا دي اصغر من الخيط، بس انا قصده عشان الشغل يطلع عندي كده ايه ضيق شوية. انا هبدأ كده واعمل غرزة البداية، وبعدين ارتفع سلسلة مكونة من 11 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خلاص. وبعدين هرتفع واحدة غرزة سلسلة وادخل في الغرزة رقم 11 واعمل غرزة حشو. هدخل في كل غرزة واعمل غرزة حشو لغاية ما اخلص السطر بتاعي بنفس الطريقة. خلاص كده خلصت السطر ده. هرتفع غرزة سلسلة وبعدين الف الشغل. انا هنا هشتغل على الحلقتين مع بعض. هدخل في اول حلقتين هتقابلني واعمل غرزة حشو، تاني حلقتين وهشتغل في كل حلقتين هتقابلني واعمل غرزة حشو، وهكذا. بس انا كده خلصت السطر، فاضل عندي غرزتين هعمل فيهم تناقص. هدخل في الغرزة دي ومش هسحب الخيط الا على الابرة، المفروض اسحبه، لا هدخل في اللي بعدها كده في الحلقتين مع بعض، وبعدين اسحب الخيط. بقى معايا 3 على الابرة، هطلع منهم كلهم، وده بقى التناقص بتاعي. هرتفع غرزة سلسلة واعمل سطر ثبات. هدخل في كل غرزة حشو او في كل حلقة وهعمل غرزة حشو بدون اي تناقص لغاية ما اوصل لنهاية السطر ده. خلاص كده انا خلصت السطر من غير اي تناقص. هرتفع واحدة وهلف الشغل، وهدخل برضو هنا في الحلقتين مع بعض واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هدخل في الغرزة دي اللي قبل الأخيرة والغرزة الأخيرة واطلع. بقى معايا 3 على الإبرة واطلع منهم كلهم واعمل غرزة حشو. يبقى أنا بشتغل بس في يعني سطر ثبات وسطر فيه تناقص. هرتفع واحدة وهلف الشغل برضو، وهشتغل في الحلقتين مع بعض كده واعمل سطر ثبات عبارة عن غرزة حشو في كل حلقة هتقابلني من غير اي تناقص. هشتغل لغاية هنا وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. خلصت السطر ده الثبات، هطلع غرزة سلسلة وبعدين برضو هشتغل في كل حلقتين، وبعدين هشتغل لغاية هنا وهعمل تناقص في الاتنين الاخرانيين دول عشان يقلوا غرزة، وهكذا. هيبقى هشتغل السطر ده في تناقص وبعدين السطر اللي راجع تاني ثبات. هفضل شغالة كده وبعدين اقول لكم عدد السطور اللي انا عملتها. كده خلاص خلصت عدد السطور لغاية ما فضل عندي 6 غرز حشو بس. انا بدأته مثلا زي ما انتوا شايفين حوالي 7 سنتي اهو، من هنا لهنا 7 سنتي، وانتهى بحوالي 4 سنتي او 3 سنتي ونص، يعني تقريبا نص المقاس اللي هو بتاع البداية. وده مناسب كمان للجزء ده اللي انا بشتغل عليه، يعني حسيت ان هو يبقى نص العدد اللي انا عملته هنا. شكله يعني مناسب. لو انتي بتعملي مقاس اكبر ممكن يعني تعملي برضو نص العدد سواء بالسنتيمتر او بعدد السلاسل. هقص الخيط بتاعي وبعدين اسحب كده، وكده القطعة دي خلصت. هبدأ اشتغل الاستك ده اللي انا عملته هنا في القطعة دي. هعمل بداية سلسلة وبعدين ابدأ هنا اول سطر عندي هبدأ اثبت فيه الشغل ده، اسحبه كده
وبعدين اسحب الغرزة اللي انا ثبت بيها دي، مش هحسبها، وبعدين هعد 1 2 3 4، هرتفع واحدة وادخل في الغرزة رقم 4 واعمل غرزة حشو، بعدين الغرزة اللي جنبها تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، وبعدين اثبت. انا هنا كنت مثبتاها في اول سطر، هدخل في تاني سطر كده واثبت الجزء ده بمنزلقة، وبعدين السطر اللي بعده هنا بمنزلقة تانية، وبعدين ارتفع واحدة والف الشغل بتاعي. هشتغل هنا الاتنين المنزلقة دول انا مش هشتغل فوقيهم، هبدأ الشغل من اول الاربع سلاسل بتوعي اللي انا اشتغلت عليهم الدور الاولاني، هدخل في الحلقة الخلفية كده واطلع، بس مش هعمل غرزة حشو، انا هعمل منزلقة. السطر ده هعمله 4 غرز منزلقة، بطلع من الخيط اللي على الإبرة واعمل غرزة منزلقة لغاية دي الرابعة اهي والأخيرة، وبعد كده هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. أول غرزة هتقابلني في الحلقة الخلفية هعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو. خلصت الأربعة هثبت في الجزء ده بتاعي، ده السطر اللي أنا كنت شغالة فيه، هدخل في السطر اللي بعده، بشتغل كل سطر بقى بثبت فيه مرة وبغرزة منزلقة، وبعدين السطر ده كده هنا السطر اللي بعده بغرزة منزلقة تاني، وبعدين ارتفع والف الشغل. الاتنين المنزلقة مش بشتغل فوقيهم، بشتغل في الاربع سلاسل بس زي ما قلت لكم. هدخل في الحلقة الخلفية والسطر ده هشتغله ايه، هشتغله منزلقة. يبقى انا هشتغل سطر في الاستك ده او الجزء ده من البليسيه، هعمله كده سطر منزلقة وسطر غرزة حشو، بشتغل في الحلقة الخلفية، هرتفع ألف الشغل، اشتغل في الحلقة الخلفية السطر ده غرزة حشو، وهكذا، وهقفل بمنزلقة والف واشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. انا كده خلاص خلصت الاستك ده، وده اخر سطر اهو. هدخل هنا وهثبت بمنزلقة واحدة خلاص، وبعد كده همشي السطر كله كده، هسحب الخيط بتاعي وهثبت في كل غرزة غرزة منزلقة، علشان كده ابقى خلصت الجيب بتاعي. بدخل في الحلقتين اهو مع بعض، وكده خلاص الجيب بتاعي بقى جاهز. دلوقتي انا ثبت الجيب ده وهوريكم مع بعض هنثبت الجيب ده ازاي. هبدأ كده باستخدام برضو ابرة التنظيف، هبدأ كده، المفروض انا بثبته كده والجزء ده كمان والجزء ده، فهبدأ كده ادخله من ظهر الجيب هنا كده علشان اثبت الخيط بتاعي، وبعد كده هبدأ بتثبيته. هبدأ اثبته زي ما عملت الجيب ده بالظبط، عند الجزء ده من السطر قصاده، وكمان من هنا عند الجزء ده. خلاص هلفه كده علشان نشوف هثبته ازاي. اهم حاجة يكون بعيد عن الحرف ده بسنتي، وبعد كده هبدأ اهو الجزء ده هدخل الخيط هنا كده في الحلقة دي، وابدأ ادخل هنا في جزء من البلوفر، وبعدين في الحلقة من الغرزة بتاعت الحلقة الخارجية من الغرزة اللي انا عاملاها على السطر ده. هاخد حلقة من هنا وبعدين هدخلها في جسم البلوفر واسحب الخيط كده، وبعدين هدخل هنا من منتصف كده حرف الفي علشان الشغل بتاعي ما يبقاش شكله وحش، وادخل برضو من منتصف حرف
الفي هنا، وبعدين اثبته في السطر كده. ولازم يبقى الشغل كله على نفس السطر علشان ما يبقاش الشغل بتاعي يعني في مشكلة. هدخل برضو هنا، بعدين من هنا، وادخل برضو اخد حلقة من جسم البلوفر. بصوا كده التثبيت بتاعي اهو على سطر واحد. انا بدأت سبت بس الجزء بتاع الجزء ده وثبت كده. هفضل برضو ماشية بنفس الطريقة هنا، هثبته بالطريقة دي كده هنا، وبعدين الجزء ده كمان لغاية هنا، وكمان الجزء ده هشده كده وانا هشده وانا بثبته، هثبت برضو لغاية الجزء ده. انا جبت البادج ده وهلزقه هنا، حبيت شكله قوي مع الشكل ده او البلوفر. هبدأ اخيطه بس خياطة عادية باستخدام ابرة كده عادية، مش الابرة بتاعة التنظيف، لان هعمل الجزء ده باللون الابيض وخيط عادي خالص. وكمان حبيت احط الشكل ده، هو برضو زي البادجات برضو بيتباع عند اي حد بيبيع زراير او بادجات او حاجات كده. حبيت برضو اجيب الجزء ده واحطه هنا، وكمان هيدي شكل كويس جدا. انا بعد ما خلصت كده البلوفر ده، الوقت اللي انا هركب فيه السوستة. دي سوستة سويتر، ممكن تشتريها من اي محل بيبيع زراير او كلف او اي حاجات من دي. انا جبتها هي اقل بصراحة سوستة كانت 50 سنتي، فانا طبعا مش هستخدم السوستة دي كلها. انا عايزة بس محتاجة حاجة اقل من 30 سنتي كمان، لان انا عندي الطول النهائي كله 30 سنتي، بس انا مش هعمل الطول كله لغاية فوق، انا هعمل لغاية هنا تقريبا يعني. حتى هسيب كمان جزء من الزومت ده، وهتبقى النهاية بتاعتي مجرد بس سطرين كده، وهتبقى النهاية بتاعتي هنا خلاص. فانا هستخدم كده السوستة، هقول لكم هنعمل فيها ايه. دي السوستة من تحت، انا محتاجة الجزء ده علشان يعني ابقى ادخل منه السوستة وافتحها، فمش هقص من الناحية دي، انا هقص من الناحية التانية. طيب هتقولوا لي طب في الاخر حاجة كده هنا بتبقى السوستة او الجرار مش بيطلع منها، هقول لكم يعني هنعالجها ازاي لما نيجي نثبتها ان شاء الله هنا في الجزء ده. طيب انا هقيس كده السوستة هنا اهي، مجرد ما بحطها كده انا محتاجة بس الجزء ده يبقى فاضي كده، مش هثبتها من الاول خالص، لا انا هثبتها من هنا تقريبا وهقيسها كده. انا محتاجة بس الطول لغاية الجزء ده خلاص، يعني تقريبا تحت الزونت بسطرين، يعني الزونت اهو اخره هعد سطر 2، يعني انا محتاجاها لغاية هنا بس. طيب هسيب جزء كمان حوالي سنتي كده، وبعدين هبدأ اقص السوستة منه خلاص. يعني انا هسيب بس الجزء ده علشان هثبتها يعني في البلوفر. وبعدين هبدأ اجيب برضو ابرة التنظيف بتاعتي، هجيب بقى خيط لون لبني، وبعدين هبدأ اشتغل هنا غرزة زي السراجة كده، هوريكم هعملها ازاي هنا وهنا. ودي اللي انا هثبت فيها، الغرزة دي هي اللي هتثبت فيها جسم البلوفر بتاعي مع السوستة. الجزء ده من السوستة انا سرجته اهو، وهعمل الجزء ده زيه بالظبط باستخدام كده ابرة التنظيف. هبدأ احط اللون بتاعي ده، وهبدأ ادخل كده الابرة بتاعتي واعمل سراجة عادية خالص. لو انتي حابة مثلا يعني تعلميها بحاجة عشان تعملي الغرز، انا بس محتاجة الغرزة دي عشان لما اجي ادخل فيها واثبت الجزء ده في البلوفر اهو. مجرد بس بدخل كده هشتغلها بنفس الطريقة اللي عملت بيها الغرزة دي، هفضل ماشية كده هسرجها لغاية ما اوصل للجزء ده. بعد ما سرجت كده السوستة باستخدام الخيط بتاعنا، هبدأ اثبت. انا عايزة السوستة تبقى بدايتها من اول هنا، مش هعملها من الاول خالص، انا هعملها من المنتصف كده قبل الزونت بحوالي سطرين، فعشان كده هثبتها من فوق علشان اهو ثبتها كده باستخدام ابرة عادية او دبوس. هبدأ كده
هثبت السوستة في جسم البلوفر. هدخل كده في حرف الفي في المنتصف كده باستخدام ابرة التنظيف، وبعد كده هدخل في غرزة من اللي انا عاملاها على السوستة. هسيب بس الخيط ده، وبعد كده اهو هشده كويس، وبعدين هكرر تاني هدخل غرزة من اللي موجودة على السوستة وسطر من البلوفر. مجرد بس ان انا بفضل ماشية بنفس الطريقة، باخد غرزة من الجزء اللي هو اللي على السوستة اللي انا مسرجاه مع سطر من البلوفر لغاية ما اوصل للدبوس اللي انا حطاه ده من غير اي تزايد. وبحاول يعني الم الجزء ده وانا شغالة، اللي هو الجزء اللي فيه الكروشيه مع السوستة. باخد واحدة من السوستة مع سطر من البلوفر بتاعي. هشتغل كده لغاية ما اوصل للدبوس اللي انا مثبتة بيه نهاية السوستة. بعدين الجزء ده انا هتنيه ورا كده بحيث يبقى شكل الغرزة بتاعتي كده، وكمان عشان الجرار ده لما اجي اقفله ما يطلعش من هنا. يعني هثبته كده هتنيه كده، وبعدين هثبته هنا في ظهر البلوفر. كده البلوفر بتاعنا يكون خلص. عملنا كل الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، عملنا الجيب وعملنا كمان السوستة، وازاي تعملي الكمر اللي هو فيه لونين كده، ازاي كمان تعملي الجزء ده من البليسيه برضو فيه لونين، ازاي تعملي الزونت بالشكل ده ويبقى شكله ما شاء الله جميل، وازاي تركبي السوستة. كل ده موجود في الفيديو، وتقدروا تتابعوه ان شاء الله على القناة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.